السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ رزقي. نتمنى راكم لاباس وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو تاع اليوم. قبل ما نبداو الوصفه ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكا باش يوصلكم كاع الجديد تاع الفيديوهات والوصفات تاعنا. كما راكم تشوفوا اليوم غادي ندو فطائر غادي يكونوا بكميه اقتصاديه. غادي ندو بلا هكا منعيو ما نبقاو نخدموا بالحبه، غادي ندوهم ضربه واحده وغادي يجوا خفاف واقتصاديين ودون كميه كبيره، والحشو تاني غادي يكون اقتصادي ان شاء الله وغادي تعجبكم الوصفه. نبدو بسم الله. هنا ندوز 2 كيسان حليب دافئ. هنايا وزن الكاس غادي يكون تاع 200 مليلتر اللي دائما نخدم به 200 مليلتر. نزيدو عليهم 110 مليلتر تاع زيت. كيما هنايا انا دارت لي تاع كاس وزن 200 مليلتر جاتني كاس نص كاس هكا فوق شويه. زدت عليهم ملعقه ونصف تاع سكر وزدنا عليهم ملعقه ونصف تاع خميره الخبز. نخلطوا كاع المكونات كيما هكا. كيما راكم تشوفوا طريقه سهله وواضحه، وهذه الكميه هذه غادي لنا كيما راكم تشوفوا غادي لنا بلا كبير وغادي يبقى. انا هنا غادي نزيد عليهم 2 حبات تاع بياض البيض، والصفار نخلوه باش ندهنوا به الفطائر تاعنا من الفوق هكا. ندو هذوك 2 حبات تاع البيض والصفار نوخروه ونغطوه باش نستعملوه من بعد. نخلطوا كاع المكونات كيما هكا، نخلطوهم مليح. الا يكون عندنا الحليب دافئ باش هكا يدفع عنا الخميره، ونخلطوا كاع المكونات. ما ننسوش تاني الملح، ندور لها الملح كل وحده وعلى حسب الرغبه تاعها. دي هكا ملعقه صغيره نخلطوها هي تاني. وهنايا نبدو نزيدو في الفاينه. هنا بالنسبه للفاينه كل وحده والفاينه تاعها، لا كان تشوب ولا ما تشوبش هكا تاخذ لك واحد 6 كيسان كيما هكا، 6 كيسان تاع 200 مليلتر. المهم حنايا نبقوا نخلطوا كيما هكا بالفوي. انا قاعده نخلط بالفوي كيما هكا حتى تمتزج لنا كاع الفاينه مع المكونات. وهنايا نبدا نستعين بيدي هكا باش نجمع لاباط تاعنا. كما تعرفوا دائما انا لاباط دائما تاعي اللي نقول لكم ونوصيكم عليها باش تكون لاباط تكون طريه، معناتها تكون شويه تلاصق في اليد. غادي من تخمر غادي تزيد تشد روحها. لاباط ما تبقوش هكا بالخف تحطوه في الفاينه حتى تجيكم لاباط قاصحه وتجيكم بعدا هذاك اي حاجه الفطائر ولا اي حاجه اللي غيدوها غادي تجيكم قاصحه. كما راكم تشوفوا انا لاباط عندي هنايا شويه طريه. كما راكم تشوفوا اي قعدت نعجن فيها، عجنتها شويه واحد 5 دقائق كما هكا. راكم تشوفوا اللاباط عندي تلصق في يدي. يعني نوريكم انا خلوها هنايا ترتاح وتخمرنا تاني. نغطوها بكيس بلاستيكي ولا بسيلوفان كما ندير ونروحوا للحشو. نخلوها هكا واحد نص ساعه بلا ما وجدنا الحشو تاعنا. انا هنا في الحشو غادي ندير اقتصادي. غادي درت كميه عجاج هنايا اللي متوفر، اللي عندك دجاج ولا كفته ولا متقدي دير غير بالخضر ديهم. وعندي تاني هنا كوجات، كروطه تاني مرابيه، كوجات مرابيه، وبصل تاني مقطع صغير ولا مطحون. هنايا نخلي انا دجاج هنايا يتحمر لي مليح، ياخذ ديك تحميره شابه كما راكم تشوفوا. وهنايا نبدا نزيد في البواقي تاع الخضر. هنا زدت البصل كما قلت لكم، بصل تاني يكون انا هنا ربيت البصل، زدت البصل ونزيد الكوجات والكروطه تاني كاع يكونوا هكا مطحونين مليح ومرابين مليح مبشورين يعني. وهنايا نزيدو تاني الكوجات، هي تاني نزيدوها هكا تعطينا الكوجات هادو والكروطه يعطونا بنه شابه. وتاني كما قلت لكم حشو اقتصادي هكا يدينا كميه وفيره. كما قلت لكم اللي ما عندهاش الدجاج تستعين بالكفته ولا الطون ولا بديش دير غير الخضر وتجيك شابه هذه الحشوه وشابينها للفطائر. كما كتشوفوا من تحمروا لغايه هادو المكونات ودبالوا شو نقصت الكميه وطلق هذاك الجزر والكوجات طلقوها كتعسلوا هاك تحسيله شابه. نزيدوا عليهم ملعقه تاع طماطم مصبره ونمزجوا هذيك الطماطم مصبره. وما ننسوش هنايا معنا مازال ما درناش التوابل. هنا من خلطناها مليح نديرو هنا توابل اللي هنا كل وحده والتوابل اللي هي بغيتهم. انا هنايا غادي نعطيكم شادرة. انا درت هنا ملعقه صغيره تاع فلفل احمر حلو، شويه فلفل احمر حار، وهنا درت الملح، وما ننسوش فلفل اسود كما راكم تشوفوا. وهنايا نخلط كاع هاد المكونات هكا بهذه الطريقه ونخلو هذه الخليط تاعنا والحشو تاعنا يبرد هكا باش نستعينوا به في لاباط تاعنا.
كما راكم تشوفوا هنايا بهذه الطريقه. تما ما درناش طماطم تاع الحب مطحونه، ما درناش، خليناها كيما هكا بالطماطم المصبره. وهنايا كيما راكم تشوفوا لاباط طلعت ولات غايد، خلينا هكا لمده نصف ساعه هكا بلا ما وجدنا هذاك الحشو اللي درناه، ونخلوه يبرد. وهنايا نخوو لاباط، نخووها من الهواء، نحطوها هنايا على نستعينوا هكا بشويه تاع الفرينه، ولا ندهنوا يدينا بالزيت، نخووها هكا مليح من الهواء. وهنايا باش نقطعوها ونقسموها على كريات صغار. انا هنايا غادي نحطها على كيما راكم تشوفوا بلان طرافاي كيما هاك، نرشه بشويه تاع فرينه ونقسم العجينه تاعي. انا هنا العجينه غادي نكورها كيما هكا وغادي نقسمها على 8 قطع كيما راكم تشوفوا. جبت كيما هكا ونبدا نقسمها. هنايا نكوروا هذوك الكريات وندوهم شويه فاينه ونخليهم على جنب باش نبقى بالوحده ونبدا نحل فيها كيما راكم تشوفوا. هنايا نبدا نحل بالحبه. هنا بالنسبه للشكل انا غادي ندير هنايا شكل كيما قلت لكم مستطيل، نحل بالحبه كيما هكا يتعاوني، ومن بعد نبدا هكا نقطع فيها بالسكين ولا بهذه الاداه كيما راكم تشوفوا هكا باش يعطينا شكل شباب. وفي هذا الجزء اللي منا غادي ندير فيها الحشو. هنا كيما راكم تشوفوا الحشوه ناشف، معناتها ما غاديش تبقى تغبني لاصوص، ولا غادي يكون الحشو بهذه الطريقه غادي يجيكم شباب. وديجا هو كشغل اللي يجي معسل من درنا فيه الكروطه ودرنا فيه هذيك الكوجات غادي يجي بنته شابه بزاف. وهنايا ما نسوش تاني ندير الفرماج، اللي عندها فرماج دير فرماج، ما عندهاش ما تبقاش ولا دير فرماج هذيك تاع البورسيون هذاك. انا كان عندي هذا النوع تاع الفرماج درته. وهنايا نتاكدوا باش نبلعوها غايه من الجنب كيما هكا، ونبدو نلوو فيها كيما هكا بهذه الطريقه على شكل حربوش بهذه الطريقه. وهنايا كما راكم تشوفوا انا ديجا درت حبات كيما هاك، ونبدا نستف فيهم بهذه الطريقه. انا هنايا الكميه هذه ما كملتهاش كاع، تما بقات لي زوج حبات خليتهم، غادي من بعد درتهم بريوش، جا بريوش رائع. معناتها قاده باش ديري كيما هكا بهذه الطريقه مالحين وديري حلوين تعمريهم الداخل بالشوكولا. وهنايا هذاك صفار البيض هذاك درت له ثاني شويه حليب ودهنته من الفوق، ودرت شويه ججلان ولا ديري تقد ججلان ولا حبه سوداء سانوج. وهنايا نشعلوا على الفرن اعلى درجه ونخلوهم يطيبوا. شوفوا هنايا كي طابوا كي جاو خفاف، راكم تشوفوا كي طريين وخفاف وهشاش من الداخل. هنايا غادي نقسم لكم هكا باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات من الداخل، الشكل تاعهم تاني هشا شباب. انا هنايا قدمتهم مع شوربه، درت شوربه اسغولين، هي الوصفه راهي عندكم في الفيديوهات في اليوتيوب، شوفوها وجات شابه بزاف وجات بنينه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوا، ولا كان جربتوها ما تنسوناش تكتبونا في الكومنتات. واش نقول لكم دروك تهلاو في رواحكم ومع السلامه.